ملخص اللي حصل في اخر 24 ساعه. لو فاكر ان بعد موت خامنئي الموضوع هيخلص والدنيا هتمشي على مزاج امريكا، يبقى لازم تسمع الفيديو ده. التصعيد مستمر من الجهتين، وكل دقيقه او دقيقتين ينزل خبر جديد لدوي انفجار او صاروخ جديد نزل من ايران على اسراء او العكس، او للاسف الشديد في اي دوله عربيه شريكه لامريكا بشكل او باخر في اي مشروع. الموضوع بيكبر، وموت خامنئي بالنسبه للشيعه بشكل عام مصيبه كبيره، وردهم هيكون انتقامي بشكل كبير. دول ما اكتفوش بالخسائر العسكريه في الدول العربيه، ونفذوا عمليات كتير في ابراج، منها اللي نجح ومنها اللي فشل، وفي منهم 3 محاولات بس لبرج خليفه، في منهم محاوله سببت اضرار طفيفه. ايران دلوقتي بتقول عليا وعلى اعدائي وبتلوش في الكل، وبتحاول تسبب اكبر خسائر ممكنه في كل الدول اللي ضدها، سواء كانت امريكا او اسرائيل او اي دوله عربيه لامريكا او اسرائيل تعاونات معاهم. وكمان من شده انتقامهم ممكن يقصفوا برج زي برج خليفه لو في مجموعه صغيره من جنسيات امريكيه او اسرائيليه، او لو في واحد بس. الحرب دي مش هتنتهي بالسهل، لان كلا الطرفين وقع لهم خسائر كبيره جدا، وللاسف اتاذى فيها مدنيين ما لهمش ذنب في الدول العربيه. ايران فتحت على نفسها جبهات كبيره، واكبر مصلحه في الموضوع ده كله ان كل ساعه تقريبا في خبر عن برج او عماره او اي حاجه تسود بالارض عند معدومين الارض اللي ما يتسموا. ده بالاضافه الى ان في دول اوروبيه دخلت في الموضوع مع امريكا واسرائيل ضد ايران. الحرب دي هتنتهي بانتهاء اسراء او ايران، ولو اتصالحوا هيبقى بعد ما امريكا تحقق هدفها وتوقع الحكم وتدمر النووي لو عندهم. ولكن الدول الاوروبيه لما اتدخلت واعلنت انها هتحمي مصالحها في الدول المتضرره، وشكلها كده فيها سقوط كامل لايران، واللي فاضلين من النظام الايراني بيقولوا ان النظام شغال وهينتقم ومش هيسيب حق القائد بتاعه، وعاملين للقائد طبعا حداد 40 يوم وتجمعات شيعيه في كل مكان في ايران وفي العراق. المهم ان الموضوع لسه مستمر لحد لحظه وتاريخ تنزيل الفيديو، ومفيش حلول، وترامب معظم تصريحاته بتقول انه مش هيخلص غير بنظام جديد في ايران. يعني الدنيا هتفضل ولعه لشهر او اكتر كمان. ربنا يسترها على اهلنا المصريين في الخارج وكل اخواتنا الخلاجيين كبرهم وصغيرهم. ادعم الفيديو ده فولو ولايك وشير عشان نشوف اللي جاي، وصلي على النبي. خلي بالكم ان المعركه لم تنتهي، ولكن تغيرت الادوات والوسائل. الكلام ده للجيش، الكلام ده للشرطه، الكلام لاجهزه الدوله، الكلام ده للجامعه، الكلام ده لشباب مصر. واذا كان الجيش المصري قدر يعملها مره، فهو هيبقى قادر يعملها كل مره.